احذر من هذه القطة إذا اقتربت منك، فهي تحمل لك 3 رسائل من الله عز وجل، إياك أن تؤذيها. القطط من ألطف الحيوانات التي كان يحبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميها من الطوافين والطوافات في البيوت، وقد حثنا الإسلام على تربيتها والاعتناء بها، فهي من الممكن أن تكون سببا من أسباب دخول الإنسان الجنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من الماء الذي شربت منه القطة واعتبره طاهرا، وقد كني أحد الصحابة رضي الله عنهم بأبو هريرة لتعلقه الشديد بقطة كان يحملها معه، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان، فقال: يا أنس اسكب لي وضوءا. قال: فسكبت له، فلما قضى حاجته أقبل إلى الإناء، وقد أتى هر فولغ في الإناء، فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقفة حتى شرب الهر ثم توضأ. قال: فذكرت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر الهر، فقال: يا أنس، إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه، لكن هناك الكثير من الناس من يؤذي القطط، وذلك حرام شرعا، فالقطط من الحيوانات